السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو مشابه للفيديو اللي فات، بس بالعكس. يعني احنا الفيديو اللي فات كنا بنعمل امبورت اف في اكس او او بي جي لبرنامج بلندر، واستخدمنا برنامج سينما 4 دي في الاكسبورت. طبعا مش محتاج انك تستخدم برنامج، انت ممكن تحمل اف في اكس او تحمل او بي جي من على النت وتبدا تستخدمه في بلندر عادي جدا. لكن المره دي مش هنعمل بقى امبورت، لا احنا هنعمل اكسبورت. بمعنى ان انا لو عندي مثلا اوبجكت انا خلصته على اف في اكس، بس في واحد زميلي عايز يعدل عليه وهو شغال ب 3 دي ماكس او مايا، ومش هيقدر يشتغل ببلندر لان هو ما بيعرفش يشتغل بلندر، فقال لي ابعته لي اوبن سورس عشان افتحه على مايا او ماكس او سينما او اي برنامج 3 دي. فانا لازم اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاج ان انا اديهوله اوبن سورس. فاحسن صيغتين الاوبن سورس الاف في اكس والاو بي جي، وطبعا انا برشح الاف في اكس، يعني تبقى احسن شويه. ليه؟ لانها بتخرج معاك تكتشر وبتخرج معاك انيميشن وبتخرج معاك حاجات كتير عموما. فخليني دلوقتي ابدا بقى اعمل لك اي موديل كده واديله تكتشر عشان اخرج التكتشر كمان معاه. خليني اروح من هنا اقول له هات عايز كيوب، وانا محتاج ان انا من هنا اقول له سبليت، واروح من هنا انا عايز شيدر اديتور، ومحتاج ان انا اديله نيو ماتيريال بالشكل ده كده، وعايز البيس كلر ده اديله هنا تكتشر. تمام. اقول له ايمج تكتشر بالشكل ده، واقول له هنا اوبن. و طبعا انا كنت محضر مسار كده عشان اجيب لك منه الصوره. طبعا دي حاجه اسمها بي بي ار ماتيريال، انت بتحط بقى انت البيس كلر بتاعك، وبتحط النورمال، وبتحط الريفليكشن والديسبيسمنت والحاجات دي كلها. طبعا دي حاجات ادفانس شويه بالمناسبه. في كورس بلندر ادفانس، بس ده كورس مدفوع حاليا بيتم تسجيله، عشان ان شاء الله هيتم نشره في القريب العاجل. لو انت مهتم بان انت تكون آه، محترف في بلندر، فحاليا موجود، وهسيب لك التفاصيل طبعا في الرابط. وان شاء الله بيتم يعني تسجيل الكورس ده، وطبعا في خصم آه، 25% لاي حد يشترك في الكورس في فتره التسجيل. فطبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لك، لان طبعا لما هيتم نشره خلاص الخصم هيبقى انتهى. دلوقتي انا محتاج ان انا اخد الصوره دي، هقول له هنا اوبن ايمج، هتنزل بالشكل ده. لو قلت له ماتيريال اوفر فيو، طبعا زي ما انت شايف كده عباره عن بلوكس بتتعمل، دي معموله للحيطه مثلا او حاجه زي كده. ممكن اروح من هنا لو انت مفعل النود رانجلر، فبدوس كنترول سي بس عشان تظبط المابنج بتاعك. وممكن اروح من هنا كده الت واعلم على دول واقول له 5 عشان انا عايز اصغر بالشكل ده. تمام. طبعا اللي انا بعمله ده مش هيشتغل على كل البرامج، يعني دي حاجه تفصيليه لبرنامج بلندر، ولكن اشتغلت اوكي ما اشتغلتش انت بتتعامل بقى على المابنج. شوف انت البرنامج بتاعك بيمشي ازاي. طيب انا كده خلاص خلصت. هقول له هنا جوين اريا، وانا عايز اخرج الكيوب ده. هروح من هنا فايل، طبعا انت مش بتعمل كيوب، انت بتعمل حاجه اكبر من كده، ولكن انا عملت حاجه بسيطه. فايل اكسبورت، من اكسبورت اقول له اف في اكس. بعد كده بروح على المسار بتاعي اللي هو المكان اللي انا هرندر فيه، واقول له هنا كيوب مثلا. ولكن حاجه مهمه جدا لازم تركز فيها، ما ينفعش اقول له اكسبورت دلوقتي، لازم اروح من على الباس مود واقول له كوبي. لو انا رحت على اوتو هنا ورحت على المكان ده، هنا بيقول لي امبت تكتشر، يعني التكتشر اللي موجوده ديت هتاخدها معاك، بس بيقول لك الامبت تكتشر دوت ما ينفعش غير للكوبي باس مود. فانا لازم اقول له هنا كوبي، واروح على ده وافعله كده يشتغل. طبعا هنا ممكن تقول له للسلكتد بس، اللي انا عامل عليه سelection بس كده ده يشتغل. طبعا عشان انا عامل عليه سelection فمش مضايقني في حاجه، فاقول له هنا اكسبورت. لو رحت هنا هلاقي عندي ملف الاف في اكس. هتقول لي فين التكتشرز؟ هقول لك هتلاقيها، ما تقلقش. اسحب الاف في اكس دوت كده، ارميه على برنامج سينما 4 دي بالشكل ده، وقول له هنا اوكي. هتلاقي التكتشرز بتاعتك نزلت عادي جدا بالشكل ده. طبعا انت هتقول لي فين التكتشر؟ هقول لك اهي، التكتشر موجوده وزي الفل. تمام. طبعا يعني هو طبعا برنامج السينما 4 دي، بس انت بتحتاج ان انت خليني مثلا اعمل حاجه زي كده. خليني اعمل حاجه زي كده. اوكي. وافتح الماتيريال. طبعا الماتيريال موجوده عندي، لو انا ضغطت دبل كليك هنا هلاقي الماتيريال اللي انا
كنت منزلها الصوره اهي بالاتجاه بتاعها. لو فتحت دلوقتي الفولدر هتلاقي عندك فايل اسمه دوت اف بي ام اهو. الصوره بتاعتك اللي انت استخدمتها جت ازاي؟ اول ما اشتغلت على طول في ساعتها لقيت الصوره اتاخدت كوبي واتنقلت الناحيه الثانيه. طبعا 4K، يعني الصوره 4K فتلاقيها كويسه جدا معاك. وهكذا. لا احنا كنا على سينما 4 دي يعني بالشكل ده. طبعا انت من هنا الصوره كبيره جدا. طبعا بقى من مستخدمي سينما 4 دي فاهمين حاجه زي كده، ان انا ممكن مثلا، طبعا انت عندك هنا 500 في المية، مش عارف ليه معموله بالشكل ده، معموله بالعكس تقريبا، ان احنا لما صغرنا هناك كبرنا هنا. فانا كنت عايز مثلا ايه 20% و20% عشان يديني نفس النتيجه اللي احنا كنا عايزينها بالشكل ده. تمام. فانا ممكن مثلا مش عايزها كده، حاجه كده مثلا، يعني بالشكل ده كده انت خرجت الكيوب بتاعك بالتكتشرز بتاعته تشتغل بيه على اي برنامج انت عايزه عادي جدا. الدنيا سهله جدا. خلصت شغل هنا ممكن اوديها مثلا على سينما 4 دي، لو سينما 4 دي بحب رندر عليه. مثلا سينما 4 دي في شغل شويه شغل موجراف مثلا عايز اشتغلهم عادي، بخلص شغل من هنا واديه على سينما 4 دي، اخلص الموجراف ارندر، بعد ما ارندر اوديه على افتر افكت اديله الكومبوزيتنج بتاعه. ما عجبنيش الكلام دوت كله، لا انا عايز اضيف مثلا نار، عايز اضيف مش ميه، عايز اضيف الحاجات دي كلها، وادي الشغل ده كله على هوديني اديله السيميليشن بتاعه وهكذا. مع ان ممكن برنامج واحد على فكره يعوضك عن كل الكلام ده، بس في ناس بتحب تشتغل ببرامج كتير، وفي ناس بتبقى في شركات وهو شغال بسيستم معين والشركه شغال بسيستم معين، فهو لازم يحافظ على التناغم ما بينهم وكده. او ممكن مثلا انت تيجي تستلم بروجكت من حد كان شغال على مثلا بلندر، وانت بتشتغل سينما 4 دي بس، فبتاخد من بلندر وتشتغل سينما 4 دي، او العكس بتاخد من سينما 4 دي وتشتغل بلندر. الدنيا سهله. انا كده علمتك ازاي تعمل اكسبورت عشان تبدا تشتغل، لان حد على فكره كان طلب مني حاجه زي كده في الكومنتات على القناه، فانا كان لازم اعمل له فيديو يشرح له القصه دي. اتمنى تكون استفدت من الدرس، واتمنى ما اكونش طولت عليك. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.